السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية الولد الطفل اليمني صقر الذي حصل أحد المشاهير وبيشكي له مظلوميته، يعني أمه فيها العمود الفقري والولد بيطلب الله علشان يعالج أمه، والذي جالس عندي قال ما يتروح البيت إلا بفلوس، ما يروح ولا يضربه فوق هذا يضربه. بس هذا مصيره عند الحكومة ماسكه له، الحكومة أتشل حق الطفل هذا. أنا يوم شفت الفيديو جلس أنا قلبي قعشر جسمي، كل يوم أسمع الفيديو 20 مرة، كل ما أسمع قعشر. يخلي ما عنده إنسانية، ما بيحس في الفيديو ولا بيحس في الطفل هذا، نفس الذي بيقول ما يروح له فلوس، نفسه بالضبط، ما عنده إنسانية ولا ظلم. أقسم بالله أنه هو يهودي، إنه آمن في الولد هذا، لا آمن في الولد ولا شيء. فأول شيء نشكر السعودي المشهور الذي حصل على الطفل هذا وتم نشره، وثاني شيء نشكر السعوديين على وقفتهم مع الطفل صقر، وقفتهم قلبا وقالبا. شكرا لكم من أعماق قلوبنا احنا كيمنيين، اقسم بالله ان انتم رفعتوا رؤوسنا في كلامكم وفي وقفتكم مع الطفل هذا، وما ننسى وقفتكم هذه ابدا ابدا. ونشكر الحكومة على وقفتها مع الطفل، وعلى امساك الجاني الذي عذب الطفل، الذي استهزأ في الطفل. يعني أمه فيها العمود الفقري، يجي يطلب الله عليها ويقول له ما تروح لا فلوس. أين الإنسانية؟ وين الضمير؟ الله لا وفقك، الله لا أسامحك دنيا ولا آخرة. وحقها الطفل هذا عبزة الحكومة مهما كان، عايرج حقه هذا. فنشكركم على تضامنكم مع الطفل هذا، ونشكر من وقف معه، ونشكر السعودي. أصلا لك أجر عند الله، تكلم أنا ولا غيري، أجرك عند الله كبير عندما نشرت الفيديو. شكرا لأخوتنا السعوديين، وشكرا لمن وقف مع هذا الطفل. والله لا برا ولا سامحك، اقسم بالله قد عدتها 6 مرات. حسبي الله ونعم الوكيل.